إلحاقا لما صدر هذا اليوم بشأن تعرض إحدى دوريات حرس الحدود بمركز سويف التابع لجديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية لإطلاق نار من عناصر إرهابية، فقد صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه تم عند الساعة 4:30 من فجر اليوم الاثنين الموافق ل14 من الشهر الثالث من عام 36 و400 وألف للهجرة رصد محاولة تسلل 4 من العناصر في محاولة لتجاوز الحدود السعودية عبر مركز سويف الحدودي مع العراق. وعند مبادرة دورية حرس الحدود في اعتراضهم بادروا بإطلاق النار وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، حيث قتل أحدهم في حين بادر آخر إلى تفجير حزام ناسف كان يحمله عند محاولة إقناعه لتسليم نفسه. كما تمت متابعة الشخصين الآخرين والتعامل معهم أثناء محاولتهما الهرب، وتمكن رجال الأمن بتوفيق الله من محاصرتهما بوادي عرعر في منطقة تكثر فيها النباتات العشبية لجأوا إليها في محاولة للاختباء فيها. وقد تم توجيه النداء لهما بتسليم نفسيهما إلا أن أحدهما أقدم على تفجير نفسه في حين لقي الآخر مصرعه على أيدي رجال الأمن. وبمسح الموقع تم ضبط أسلحة من نوع رشاش ومسدس وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة، بالإضافة إلى أوراق نقدية تطايرت من حقيبة كانوا ينقلونها معهم. وجاري التحقق من المضبوطات بعد استكمال إجراءات التطهير الأمني للمنطقة التي تم مواجهتهم فيها. وقد نتج عن تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية وتفجير الحزام الناسف استشهاد العميد عودة معوض البلوي والعريف طارق محمد حلوي والجندي يحيى أحمد نجمي، تغمدهم الله بواسع رحمته وتقبلهم من الشهداء. كما تعرض العقيد سالم طعيسان العنزي والجندي يحيى أحمد مقري بالإصابة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج وحالتهما الصحية مستقرة. ووزارة الداخلية تعلن ذلك لتؤكد بأن رجال الأمن عازمون على التصدي لمحاولات الخوارج ومن يقف وراءهم وإحباط مؤامراتهم للنيل من أمن واستقرار الوطن، مستمدين العون في ذلك من الله سبحانه وتعالى ومما يلقونه من دعم وتعاون من المواطنين والمقيمين كافة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة الإرهابية معنا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف مباشرة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي. مرحبا بكم سعادة اللواء. يا هلا ومرحبا، مساك الله بالخير. سعادة اللواء، نود تسليط الضوء على الموضوع في ضوء ما صدر من بيان الحاق قبل قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البيان الإلحاقي أوضحنا الحقيقة تفاصيل جريمة الاعتداء الإرهابي التي تعرضت لها دورية حرس الحدود في فجر هذا اليوم. طبعا رصدنا من خلال الحقيقة الوسائل التقنية محاولة تسلل 4 من العناصر في فجر هذا اليوم، ووفق الإجراءات المتبعة بادرت طبعا أو تحركت إحدى الدوريات لاعتراضهم ووصلتهم إلى حيث أتوا، ولكنها فوجئت بإطلاق نار كثيف من قبلهم، مما استدعى طبعا تحرك الدوريات المساندة وتبادل إطلاق النار مع المتسللين. هذا طبعا نتج عن مقتل أحدهم، في حين طبعا أبدى الآخر نوع من المرونة في تسليم نفسه، وكان جري يعني محاولة إقناعه بذلك، إلا أنه بادر للأسف الشديد بتفجير حزام ناسف، مما أدى إلى مقتله واستشهاد العميد عودة رحمه الله تعالى، وكذلك الجندي طارق حلوي. طبعا بحكم كنا نعلم أنهم 4 ودوريات انشغلت في بادئ الأمر في محاصرة من تم محاصرتهم، ولكن طبعا تمت الحقيقة تم تقصي أثر الشخصين الآخرين ورصد تواجدهم في الوادي عرعر، وبالتالي تمت محاصرتهم دون أن يظهر لرجال الأمن حقيقة مكان تواجدهم. يعني عرف رجال الأمن من خلال تقصي الأثر وجودهم في هذا الوادي، ولكن لم يكن واضحا أين كانوا بالتحديد.
وطبعا يبدو أنهم مع يعني شعورهم باقتراب رجال الأمن منهم بادر أحدهم بتفجير نفسه، وهذا طبعا استدعى إطلاق النار على موقع اللي حصل فيه التفجير، مما أدى إلى مقتل الآخر. جاري حاليا طبعا لا زالت الجهات الأمنية المختصة الحقيقة تقوم بمسح المنطقة وجمع المضبوطات، لأنه تمت العملية في مساحة واسعة جدا، يقتضي الأمر يعني إعطاء المختصين الفرصة الكافية للتحقق من سلامة الوضع، خاصة الاقتراب من القتلى في هذه الحالة من العناصر الإرهابية، لأنهم قد يكونون يعني يلبسون أحزمة ناسفة، وبالتالي تقتضي مصلحة العمل الحقيقة التحقق من سلامة الوضع قبل أن يتم نقل الجثث من القرحة، وكذلك التحقق من المضبوطات التي كانوا يحملونها معهم، خاصة ما يتعلق بالحقيبة التي قد طايرت منها عملات ورقية، لكن إذا يعني لم يتم الاقتراب منها حتى الآن، وحتى يتم يعني وصول المختصين واستكمال إجراءات التطهير لكامل المنطقة التي شهدت المواجهة الأمنية. نعم لواء منصور، هل اتضحت من خلال التحقيقات التي أجريتموها حتى الآن هوية هؤلاء الإرهابيين، ولماذا أخذت العملية هذا الوقت الطويل قبل الإعلان عن تفاصيلها؟ أولا أخي الكريم، العملية الحقيقة طبعا مركز سويف يبعد حوالي 4 كيلومترات من منفذ جديدة عرعر. منفذ جديدة العرعر كما هو معروف مغلق ولا يفتح إلا خلال مواسم الحج، ولكن مركز سويف هو مركز متقدم يبعد حوالي 4 كيلومترات من منفذ جديدة عرعر، ولكن المواجهة الأمنية اللي تمت معهم الحقيقة تمت في مساحة صحراوية واسعة، يعني تبلغ لا تقل عن 3 كيلومتر مربع تقريبا. ولذلك يعني تعاملنا مع العنصرين الأولين اللي تم محاصرتهم، لكن احتاج الأمر بعض الوقت الحقيقة لتقصي أثر الآخرين والوصول إليهم، وخاصة أنه العملية بدأت في الفجر، يعني كان لا زال الوقت مظلم، وكان طبعا الرؤية فيه متدنية. فيما يتعلق طبعا بهوياتهم كما أوضحت، يعني أنه لازلنا ننتظر يعني اكتمال مهمة الجهات المختصة لتطهير المنطقة وللتحقق من عدم وجود أي أحزمة ناسفة أو قنابل مؤقتة لضمان سلامة رجال الأمن، ومن ثم سيتم طبعا وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها في المملكة التحقق من هوياتهم إن وجد لهم أثر، يعني إن كانوا من السعوديين أو يعني إن كانوا غير سعوديين فقد لا يتوفر لدينا ما يساعدنا على التحقق من هوياتهم، لكن من المبكر الحقيقة الخوض في هذا الموضوع، وسننتظر نتائج الأدلة الجنائية بعد قيامها طبعا بإجراء التحليلات اللازمة للفحص النووي. نعم لواء منصور، إذا لم تخني الذاكرة هذا يعتبر ثاني اعتداء ينفذه الإرهابيون على المنافذ الحدودية. في رأيكم لواء منصور، لماذا تستغل هذه العناصر الإرهابية المنافذ الرسمية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية هذه؟ طبعا الجميع يعلم أنه منفذ الوديعة تعرض لاعتداء مماثل في شهر رمضان الماضي، لكن لماذا الحقيقة؟ لأنهم لا يجدون وسيلة إلى يعني تهديد الأمن والاستقرار في المملكة إلا من خلال اقتحام الحدود. هم يعلمون جيدا، طبعا هم يتواجدون خارج المملكة ويتواجدون في دول جوار، ويجدون بكل يعني للأسف يجدون الملاذ الآمن الذي يستطيعون أن يختفون فيه وأن يتدربون وأن يحصلون على الأسلحة والمواد المتفجرة، ولذلك عدم وجود حاضنة لهم داخل المملكة وعدم وجود ملاذ آمن لهم داخل المملكة، والعمل الذي يقوم فيه رجال الأمن في ملاحقتهم بالقبض عليهم أو قتلهم
بالتأكيد يعني لا يجعل أمامهم أي فرصة للنيل من الأمن والاستقرار في المملكة إلا من خلال التسلل من خارج المملكة عبر الحدود. ولذلك نحن نعلم هذا مسبقا، و يعني رجال الأمن أو رجال حرس الحدود الحقيقة على كافة حدود المملكة على هبة الاستعداد والجاهزية، ويعملون بعزيمة يعني عالية لترصد هذه المحاولات وللتعامل معها في حينها. تداولت بعض المواقع عن الإرهابيين أوهموا رجال الأمن اليوم خاصة بتسليم أنفسهم ثم قاموا بهذا الاعتداء، ما مدى صحة ذلك؟ له في حقيقة الأمر الشخصين أو العنصرين الإرهابيين الذين تمت محاصرتهم في فجر هذا اليوم، أحدهم الحقيقة كما أوضحت سابقا أظهر مرونة أو استعداد يعني للتفاوض في سبيل تسليم نفسه، وكان قائد منطقة الحدود الشمالية العميد عودة رحمه الله يقوم بذلك بنفسه. يعني كان يعني متحمس إلى إقناع للتسليم نفسه والقبض عليه، ولذلك استغل العنصر الإرهابي هذه الفرصة وقام بتفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه، مما أدى إلى مقتله واستشهاد العميد عودة رحمه الله. نعم. اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة.